فاطمة سمورة العضو مكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي تهدد بالانقلاب على الجزائر، وهناك قرارات من المكتب التنفيذي قد تصل إلى وقف النشاط الرياضي في الجزائر بسبب رفض تصريحات وزير الرياضة الجزائري عن رفض مشاركة المنتخب المغربي بطيران مباشر من المغرب إلى الجزائر. والسيد أنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي في زيارة سريعة للمملكة المغربية. السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة. تصريحات فاطمة سمورة النهاردة قالت إيه الشان الأفريقي المزعم إقامته في الجزائر؟ هناك أكثر من 5 منتخبات حتى الآن عدم مشاركتها في البطولة أو بتهدد من انسحاب. ليه المنتخبات دي كلها خايفة تيجي الجزائر؟ ايه الحالة الامنية اللي موجودة؟ وكمان بعد الطلب المغربي بمشاركته بطيران مباشر من المملكة المغربية الى الجزائر زيه زي اي منتخب افريقي وصل، لان هناك بعض المنتخبات بالفعل وصلت الاراضي الجزائرية تحضيرا لمباراة الشان. قال الوزير الرياضي الجزائري في هذا الشأن بان وزارة الرياضة هي ليست المنوطة بهذا القرار، وهناك جهات سيادية سوف تتخذ القرار خلال 24 ساعة. وطبعا الأمر ده بقاله أكتر من 5 أيام. وهنا السيدة فاطمة سمورة السنغالية قالت إن هناك تدخل سافر من الحكومة في الاتحاد الجزائري، وده اللي بيرفضه الاتحاد الدولي. وهناك اجتماع سريع من المكتب التنفيذي للبث في هذا الأمر، وبالفعل إذا ثبت بأن هناك تدخل حكومي سوف يتم عقوبات قاسية على الاتحاد الجزائري. والسيد أنفنتينو في المغرب طبعا زي ما انتم عارفين في تحضيرات لبطولة كأس العالم للأندية أول شهر فبراير، ولكن أنفنتينو هيأتي قبل هذا الموعد بأسبوع لافتتاح المقر الجديد لكرة القدم في أكاديمية محمد السادس بالمعمورة. كل التوفيق للمغرب وكل التوفيق في الإنشاءات الرياضية الموجودة المتطورة أو التي يتم إنشائها حديثا، تطوير اللعبة أكثر وأكثر وازدهار المنتخبات المغربية في المحافل الدولية. بشكركم شكرا جزيلا. سلام عليكم.